شجر. غبت عنكم فترة كبيرة. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا يا رب. خلينا نتكلم ان بكلمة واحدة ممكن تأذي بيها اللي قدامك، فنفكر بس لثواني في ان احنا لو حطينا نفسنا مكانه ان ده هيأثر على نفسيتنا، ونفسيتنا مادام اتأثرت هيأثر على جسمنا. فليه نأذي اللي قدامنا؟ اذا كان الكلام من فضة يبقى السكوت من ذهب. طيب، انت ممكن تقول لحد هو انت ليه ما خلفتش لحد دلوقتي؟ افرض عنده مشكلة، تبقى انت كده جرحته. افرض يا سيدي هو مقدرته المالية مش قادر ان هو يجيب طفل دلوقتي، يعني في اسباب كتير قوي. فانت ليه انت تبقى مصدر تعاسة اللي قدامك او اذى اللي قدامك؟ اللي قدامك بيتأذي من حاجات كتير، فمش ناقص يعني. لازم نهون كده على بعض ونكون سند لبعض بجد. يعني عندنا كلمة حلوة نجبر بيها خاطر اللي قدامنا. حد تاني مخلف مثلا سي بنت او ولد، هو انت ليه ما جبتش البنت؟ هو انت ليه ما جبتش الولد لحد دلوقتي؟ يعني هو هيتحكم في ارادة ربنا؟ اللي ما خلفش مثلا هيقول ربنا انت ليه ما خلتنيش اخلف؟ فلا انا عايزه اخلف عشان ارضي مثلا فلان، يعني استغفر الله العظيم. يعني هو يعني ايه ده؟ يعني ليه بتحسسونا ان احنا يعني هنكفر بربنا؟ يعني هي هتعترض على قضاء ربنا ان هو ما رزقهاش بطفل، او رزقها ببنت وما رزقهاش بولد، وهكذا. او مثلا واحده ما اتجوزتش لحد دلوقتي. فيا ريت نفكر كده شويه في الكلام قبل ما نقوله، قبل ما نوجع اللي قدامنا ونقول كلام كده مش في محله. يعني نتريث شويه ونفكر فيه الف مره ان هو ممكن يوجع اللي قدامنا. شكرا.